الأمر لا يعدو أن يكون إصابة بسبب تقدم في السن، وأن الرئيس بدأ بالتعافي منها والأمر لا يدعو للقلق. أي إنسان عنده مشاكل مع الشريان يعني تاع الدم، وهي تبان بالأخص عندما الشريان مثلا يوقع لهم النقص من الضغط خاصة في الدماغ. توقع حالة هكذا طفيفة وخفيفة، لأن الضغط تاع الدم كي بنادم كيدوخ نفس الشيء، يكون حتى يكون صغير يدور راسه ولا يدوخ، لأن الدم ما يتواصلش يعني الضغط، وبالتالي إنسان كيكون على كل حال السن تاعو شوية كبير، عنده الشرايين ما يكونوش يعني ما نقولوش عاديين، ولكن في بعض الأحيان يوقع فيهم الضغط ينقص نتاع الدم لأسباب ما. وعلى كل حال على حسب المعلومات بأن فخامة رئيس الجمهورية صار له مشكل طفيف وخفيف، نقول بأن الحمد لله هكذا ولا أكثر لرئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية. ذكر الأستاذ بوغربال لأنه هو أخصائي في الأمراض القلبية والشرايين، لأنها هذه الحالة هذه تعرف في بعض الأحيان، وما نجموش نقولوا باللي حالة، لأنه على حسب الوقت الأول نتاع الصدمة. يعني إذا كان الوقت الأول واسترجعت الضغط الدموي ما يوقعش فيه خسارة كبيرة بالنسبة للدماغ. هذا وكان الوزير الأول عبد الملك